بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى يا حبايبي هنقدم ليكم بيتزا جميله هتعجبكم جدا بصوص الباربيكيو. حاجه جميله 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 اخر طعام. الاولاد هيحبوها وهيطلبوها كل يوم. بصوا بقى، شايفين الطعام والحلاوه. النهارده هنبدا اهو. هنجيب طبعا قطع بانيه وهنقطعها قطع صغيره مكعبات. طبعا هنحط عليها بقى البهارات زي ما انتم شايفين كده، ملح وفلفل اسود. طبعا بقى زي ما قلت لكم دلوقتي اهي اللحمه الفراخ مقطعينها مكعبات صغيره. طبعا حطيناها على النار وحطينا عليها طبعا البهارات كلها، ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه، واللي عندك اي حاجه عندك بتحبي تعمليها، مش كتير يعني، اللي انتوا بتحبيه وترتاحي له. طبعا كل ما بتحطي بهارات خفيفه كده بتبقى اطعم واحسن. وطبعا بتنزلي بشويه كده من الصوص الباربيكيو شويه صغيره وتقعدي تقلبي فيها، وبعد كده تروحي نازله بالصوص كله. طبعا هنجيب العجينه اللي احنا كنا عجنينها قبل كده، طبعا عشان وقت عجنتها وسبتها نغزغزها بس كده عشان نطلع الهواء منها، وبعدين نكمل البانيه بتاع الفراخ بتاعتنا. طبعا بنحط عليها طبعا الخلطه اهي، صوص الباربيكيو اهو. ده بيديها طعم بقى خرافة يجنن. صوص الباربيكيو جميل. بصي، نحط شوية حطينا شوية ورجعنا زودنا تاني، لان هو اساس البيتزا دي كده الصوص ده. طبعا انتوا بتعملوه في البيت او حسب يعني. جبنا بقى البيتزا اللي هي خمرانة اصلا ومقطعين او مغزغزينها عشان نطلع الهواء، نخرج الهواء منها، وبعدين هندهنها طبعا بصوص الباربيكيو الاول. صوص اللي هو صوص البيتزا اللي انتوا بتعملوه كل الناس عارفاه. انت طبعا بتبقي يا اما تعمليه طازه يا اما بتبقي مجهزاه اصلا وعيناه في التلاجة، عشان لما تيجي تعملي يكون جاهز عندك. هنجيب بقى الفراخ اهيت بالصوص والبهارات اللي احنا عاملينها. هنبدأ بقى فيها. خلاص هي كده تقريبا خلصت زي ما انتم شايفين كده، ما بتاخدش حاجه يعني. اهو كده بقى بنحط اللحمه، بنحط الفراخ قصدي، سوري، معلقه على اللحمه النهارده مش عارفه ليه. فطبعا بنرص بقى كل واحده عليها بعد ما دهناها بقى كده بالصوص الجميل بتاع البيتزا، بننزل بقى عليها طبعا قطع الفراخ الجميله بالصوص الباربيكيو سوري. وبعدين هنا بقى بنرجع نحط الجبنه الموتزاريلا. يلا بينا بقى نكمل. اهو جبنه اهي، ما شاء الله، حاجه جميله جميله هتعجبكم جدا، هتعجب الاولاد قوي. طبعا جنبها بقى الصوص كده في طبق حلو، وجنبها حاجه ساقعه لو حابين، حسب طبعا اختياراتكم. التقديم بتاعها جميل قوي، وكل واحد هياخد واحده هيشبع منها. جميله جميله جميله، هيطلبوها كل يوم. بالهنا والشفا. طبعا الزيتون الاسود حسب الاختيار، زيتون اسود او زيتون اخضر او حسب اختياركم. دي بقى هتكفي العيله كلها وهتفيض طبعا. بالهنا والشفا لاصحابي وحبايبي. طبعا دي تتعمل بعد رمضان بقى كده، ولسه خارجين من رمضان، كل سنه وانتم طيبين، والمعده لسه مش مرتاحه. فطبعا دي بتتعمل كده هاديه، حاجه خفيفه كده وانتوا رايحين النادي وانتوا بتتفسحوا الاولاد. مع السلامه.